قبل ما نبدأ قولولنا بتتابعونا منين. وبيبدأ مسلسلنا مع جريمة بتبان ان هي انتحار، والضابط جاي يكتشف ان باباه هو اللي في العربية، وجي اخوه التوأم جو اللي كان باين عليه مش مهتم ايه اللي حصل لباباه، بس جه عشان يتأكد ان هو مات. وجاي اخوه متعصب منه وضربه. وفي يوم الجنازة كان جو قاعد مع حاله وبيفتكر سبب مشكلته مع باباه، وان باباه كان متعصب من مامته عشان كانت مريضة وانتحرت رغم ان هو ساب شغله اللي بيحبه عشان يهتم بيها. بس جو ساعتها واجهه ان هي ما كانتش عايزة تموت، بس ده حصل لما شافت خيانته بعينيها. وكان جو كمان شافه، بس مامته وقتها منعته ان هو يتكلم لحد ما جالها اكتئاب وانتحرت. وتاني يوم كان في باقي المراسم، وجاي ادى لجو ساعته اللي كانت في عربية الاب. وجو كان متفاجئ ان هي متصلحة، ويطلع ان هو وباباه كانوا متخانقين في ثانوية مامته عشان جو كان عامل تذكار كاتب فيه ذكرياته هو ومامته بس. والاب ساعتها كان رافض انه يستخدمه وعايز يستخدم القديم عشان ذكرياتهم كلهم، بس جو كان رافض عشان شايف ان ابوه كان سعيد بموتها. وفي لحظة عصبية باباه كان هيضربه، فكسر الساعة الحاجة الأخيرة اللي مامة جو كانت جايباها له. وجو ندمان وحاسس بالذنب لوفاة باباه، لأن يوم وفاة باباه راح له وخد منه الساعة عشان يصلحها. والأب كان حاسس بغلطه وعارف إن هو مش هيعرف يرجع الوقت عشان يصلح اللي حصل مع مراته، بس ممكن يحاول يصلح علاقته بجو. وكان باباه كمان جايب له صورة ليهم سوا كانت في يوم تخرج جو، بس جو عرفه إن هو هيرميها وإن يا ريته هو اللي مات بدل مامته. وجاي كان متفاجئ من كل الكلام ده. وبعد كام يوم جاي راح لجو وقال له إن صاحبه الضابط لقى فيديو على تليفون باباهم، وجو كان خايف ومش عايز يشوفه عشان خايف يكون السبب في انتحار أبوه. بس جاي فاجئه إن باباهم ممكن يكون اتقتل، بس لما شافوا الفيديو طلع إن باباهم كان رايح يصلح ساعة جو، وكمان هيجيب مكونات أكلة جو المفضلة ويحاول يعملها له ويديها له وإن هو بيحبه. وجو شايف إن ده مش كلام واحد ناوي إنه ينتحر، وقرروا إن هم يحاولوا يلاقوا دليل عشان يقدروا يفتحوا القضية تاني. وفعلا راحوا محل الساعات اللي باباهم كان بيتعامل معاه، وشافوا الكاميرات وإن هو بعد ما استلم الساعة وخرج كأنه شاف حد يعرفه وراح له، بس مش باين هو مين. وإن هو فجأة غير اتجاهه وراحوا للقائد اللي ماسك القضية، وفي نفس الوقت كان صديق باباهم. وشافوا كاميرات الطرق وطلع كان فعلا في حد مع باباهم في العربية بس قاعد ورا ومش باين هو مين، وإن أكيد هو القاتل. وتاني يوم اتفتحت القضية ومسكها وات صديق جو، ودوروا تاني في نطاق مكان الحادثة ولقوا حقنة، وطلع إن هي فيها مادة مخدرة اتحقن بيها، ودي اللي خلته إن هو عاجز عن الحركة. ومعنى كده إن القاتل ولع في حاجة جوه العربية عشان كده عملت دخان لحد ما تشاي مات، فبانت ان هي انتحار، بس مفيش دليل ان تشاي اتحقن بيها. وفي نهاية اليوم جاي راح لنون، دي صديقة ليه من زمان، عشان ياخد حبة طاقة، بس هي بتصده وهو مش فاهم هي ليه مش عايزاه يقرب ويكونوا اكتر من اصدقاء، بس هي ما بتقولوش حاجة غير ان هي عندها حدودها. وتاني يوم جاي راح لجو لسه بيقول له اهلنا ماتوا وما بقاش في غيرنا، لقى نون نازلة من فوق واتفاجئ. ونون جت عشان جو الصبح كلمها وقال لها ان هو عيان وجابت له الدواء، بس جاي اتهمه ان هو بيكذب ولعوب ومش مناسب لنون. ونون منعت ان الاخوات يتخانقوا، وجاي بدل ما يقول له جيت عشان احنا اخوات قال له ان هو عايز يتنافسوا على نون بس جو شايف ان هو ما جاش عشان كده، بس وافق. ونون مشيت وسابتهم ولقت بيتها مسروق والضباط بيحققوا في اللي اتسرق من بيتها. وجاي كان موجود وعارف ان اتسرق ختمين وساعة، وطلع كان مهديها واحد من الختمين قبل ما تسافر امريكا، والخاتم التاني طلع جو اللي كان مهديهولها. وجاي شايف ان جو على طول بيقلده، بس نون شايفه ان هما بس بيفكروا زي بعض عشان توأم. وجاي بعدها راح يكمل تحقيق في قضية باباه، وكأنه لقى خيط وراح لواحد صاحب ورشة وجو قريب جدا منه، وطلع هي ده قتل حد زمان وابو جاي اللي قبض عليه. بس هي بيقول ان هو ما كانش يعرف، بس جاي مش مصدق على اساس ممكن يكون جو اتكلم معاه عن القواضي اللي باباه مسكها، وهي وقتها قرر ينتقم وجاي قبض عليه. بس خلال التحقيق هي مصمم ان هو ما قتلش حد، بس برضه مش عايز يقول هو كان فين، لحد ما جه جو وقال لوات وجاي ان هي كان بعيد عن مكان الحادثه وكان عند ابن اخوه. ووات دخل يكمل تحقيق معاه ورافض يقول اي حاجه عن ابن اخوه، بس هي طلع عشان مفيش ادله كفايه، بس الشرطه مراقبه بيته على اساس السر عند ابن اخوه. خمنوا معانا بقى ابن اخو هي هيطلع وراه ايه. وبتحصل جريمه قتل تاني لظابط اسمه بينو، واللي بنكتشف ان هو زميل تشاي ابو جاي. ووات كده شاكك ان في قاتل متسلسل مستلم الضباط، وبيجي القائد وعايز يبقى مسؤول عن القضيه دي لان هو كمان كان زميل بينو ابو ابطالنا. ووات شايف ان رغم ان بينو مات مدبوح الا ان هو حاسس ان نفس القاتل اللي قتل ابو جاي هو اللي قتله، لان هو كمان كان محقون بنفس المخدر. يا ترى في ايه؟ وكملوا بحثهم عن ابن اخوه هي وقدروا يقبضوا عليه، وطلع كل ده هربان عشان هو اللي سرق بيت نون. ورجعوا لنون الحاجه بتاعتها، وكان جو موجود وخد باله ان هي ما اهتمتش غير بالخاتم اللي جاي جابه لها. وطلع ان ابن اخوه هي سرق بيت نون لمجرد ان البيت كان فاضي، ونون مش فارق معاه هيتحبس ولا لا ما
مادام الحاجة رجعت، وسابت كل حاجة وخدت الخاتم بتاع جاي ومشيت. بس جو راح وراها وقال لها ان هو جاب لها الخاتم ده وما اهتمتش، ففهم كده ان هي بتحب جاي، وهي ما انكرتش ده وطلعت بس رافضة جاي عشان ما تجرحش جو. وجو اتهور وراح لجاي وقال له ان نون بتحبه هو، بس كانت خايفة على مشاعر جو، وبيقول لجاي ان هو يبقى مع نون، ولقى نون فجأة وراه. وجو اتمنى لها السعادة ومشي. بس بنتفاجئ ان رغم كده ان نون رفضت جاي مع انها بتحبه، بس عشان جو صديقها من زمان ومش عايزة تأذيه. وبعد كام يوم جو وجاي راحوا القسم عشان ممكن يكونوا عرفوا مين القاتل، بس هناك القائد قال لهم ان هم شاكين في الدكتور مونتو حماس سابق، عشان مرات القائد كانت شاكة ان هو بيخونها واتخانقوا، وده كان في حضور ابوها. وبعد كام يوم مرات القائد وقعت من على السلم، وابو جاي وجو وكمان بينو كانوا ماسكين التحقيق وقالوا ان هو مش قتل. بس مونتو ابوها ما كانش مصدقهم واتهمهم ان هم بيتستروا على القائد عشان صاحبهم، وجابوا اخو الدكتور مونتو عشان يحققوا معاه. وطلع ان مونتو مات من سنة وان هو كان عنده كانسر، يبقى ازاي هو القاتل؟ وان الارض اللي متسجلة باسمه اللي حصل حواليها الحوادث دي كان ناقلها مونتو لبنت اخوه قبل ما يموت، وهي باعتها. ويا مشاهدينا لو شاكين في حد اكتبوا لنا في الكومنتات. وبالليل حصلت حادثة اختفاء صغيرة كده لجاي، وهو بيشوف تاني مكان الحادثة، بس طلع ان لوك العربية كان فيه مشكلة وما فتحتش، وتليفونه كان جواها عشان كده ما عرفوش يوصلوا له. وطبعا اول ما رجع نون كانت فاتحه له دراعاتها عشان الحياة قصيرة، وان هي ما تخيلتش ان هي تخسره، وبكده بقوا سوا. وجو قاعد بيتفرج من بعيد. وتاني يوم بيلاقوا سكينة في مكان الحادثة وبيبعتوها عشان يحللوا البصمات اللي عليها. ووات بيقول لجاي ان هم شاكين في جو، بس جاي شايف ان مستحيل جو يكون قتل بينو لان مفيش بينهم خلاف، وكمان لانهم قالوا ان قاتل ابو جاي هو نفسه قاتل بينو، ومستحيل يكون جو قتل حد فيهم. وجاي رافض كلام وات. بس تاني يوم وات قبض على جو عشان هو مشتبه فيه، بس جو مصمم ان هو ما عملش حاجه. ولما وات حقق معاه، جو قال له ان هو كان في البيت لوحده، وتقرير البصمات طلع مطابق مع بصمات جو. ووات قال له ان هو مصدقه بس ما فيش دليل، وان هو كمان مصدقه عشان اللي قتل باباه ما سابش وراه دليل عكس اللي قتل بينو. فجو فهم ان في حد قاصد يورطه. ووات قال له يفكر لو في حاجه غريبه الايام اللي فاتت حصلت معاه وان ده ممكن يساعد. وفعلا جو تاني يوم قال لجاي ان من كام يوم عدى عليه بايع سكاكين وكان لابس طاقيه وكمامه وما شافش حاجه من وشه، بس كان مصمم ان جو يجرب سكينه. وبعد ما جو وافق ان هو ياخدها، البايع قرر يديله سكينه غيرها. وجو ساعتها اتضايق، وده ما فرقش مع البايع وخد حاجته ومشي. وجو استغرب بس ما اهتمش وقتها. وفعلا جاي جمع كل اللي بيحبوا جو عشان يشوفوا كاميرات الاماكن اللي حوالين البار بتاع جو يمكن يلاقوا البايع. وفعلا قدر ان هو يلاقيه بس مش باين وشه خالص، بس خد له صوره كده في الخباثه. وحكى لوات وقرروا ان هم يحاولوا يدوروا على الراجل ده. وجاي حاسس ان الراجل ده مألوف بس المفروض مات، بس ما قالش اسمه. ووات مش حاسس ان هو مألوف بالنسبه ليه. وبنكتشف ان مونتو لسه عايش وحالته حاله. وجاي تاني يوم راح يزور جو وبيسأله لو فاكر اي حاجه عن بايع السكاكين. وجو افتكر ان هو كان صوته عجوز وكان بيكح جامد، وكان على صدره علامات حروق، وان هو عنده كانسر في الرئه عشان مامة جو كان عندها نفس العلامات بسبب الكيماوي اللي كانت بتاخده. وطبعا بعدها جاي كلم وات وحكاله وطلب منه انه يستدعوا اخو مونتو. وفعلا بدأوا يسألوه وعرفوا ان مونتو الوحيد في العيله اللي جاله كانسر، وان هو اللي حرق البيت عشان ينتحر، وبسبب كده المعمل الجنائي ما عملش تحاليل DNA عشان اتسجلت انتحار. وده قلقهم وفهموا احتماليه ان مونتو يكون عايش وبينتقم، وكده ناقص قتله للقائد. وفعلا كان مونتو خطف القائد خلاص، وحاولوا يكلموه بس ما قدروش يوصلوا له. وبدأوا يدوروا على اي حاجه متسجله باسم مونتو او بنته اللي ماتت عشان ممكن يبقى خاطف القائد في حاجه منهم. وبيكون مونتو ماسك القائد وهاتك يا رزع في دماغه عشان مقتنع ان هو اللي قتل بنته ووقعها من على السلم فدماغها اتكسرت، واني كمان ابو جاي وجو وبينو هم اللي ساعدوه عشان كده قتلهم. وهو عمال يقول له ان هو ما قتلش حد، ومونتو مش مصدق. ومونتو عمال يحكي للقائد ان هو ازاي ضحك على تشاي كانه شافه صدفه، وان هو كان تعبان عشان كده تشاي لف بالعربيه عشان الكاميرات ما تلقطش مونتو. وساعتها مونتو ركب ورا وحقن تشاي وولع حاجه في العربيه عشان يموت. اما بينو فكان اصلا متربص له وحقنه بنفس الماده، بس بين تشاي وبينو كان بينو هو الأسوأ عشان قال لمونتو ان جون بنته تستحق الموت، فذبحه ورماه في الشارع وان دلوقتي الدور عليه. بس ايك عمال يقول ان هو ما قتلهاش، بس مونتو الحقد عميه وبدأ يطعن ايك وجرحه في رقبته. بس اخيرا الشرطه وصلت لهم وقبضوا على مونتو ولحقوا ايك. واخيرا جو خرج ولعب كوره كده مع جاي، وجاي اعتذر منه لو في وقت قسي عليه وعشان خد نون منه. بس جو قال له ان مفيش اي حاجه يعتذر عليها عشان نون بتحبه، وان هم ملهمش غير بعض لان هم توأم، وفتحوا عينيهم على الدنيا سوا. وبكده يكونوا اتصالحوا وكلهم احتفلوا ببراءة جو.
وتاني يوم جاي وجو ووات راحوا لمونتو، وجاي استفزه ان هو قبض عليه وانتصر وبوظ انتقامه عشان القائد لسه عايش وان هو قاتل ابوه ويستحق الحبس، وتحداه وده عصب مونتو. وتعدي الايام وجاي يتقدم لنون بطريقه رومانسيه جدا وهي وافقت بكل سعاده. فاكرين جو خطى الموضوع زي ما قال لهم، وواو وصاحبها وقعوا بلسانهم وقالوا لجو على عرض الجواز، واللي شكله اتفاجئ. والقائد راح يشمت في مونتو قبل ما يتحبس، وان لما مونتو يموت هيشوف ساعتها القائد وهو عايش سعيد ومبتسم كمان. وده عصب مونتو بس خلاص مش هيقدر يعمل حاجه. وجاي ونون راحوا لجو بس ما كانش موجود وقافل موبايله وسايب رساله بيعتذر منهم ان هو مشي، بس هو كذب وانه ما تخطاش نون ومحتاج وقت يداوي قلبه وساعتها هيرجع. وهم حزنانين لفراقه، وبتحصل محاوله قتل للقائد تاني مين ده كمان، بس ما قدرش ان هو يقتل القائد وهرب. ولما وات وجاي راحوا للقائد شافوا فيديو كاميرات المراقبه بس مش باين وش القاتل وشكله محترف لانه لابس باروكه ولابس اكبر من مقاسه. بس مونتو اتحبس، يبقى مين؟ وايك قبض على ناس كتيره وممكن حد منهم يكون بيستغل الفرصه وبينتقم، فهيحققوا في الموضوع. وجاي ووات وصاحبتهم بيفكروا في جو ان هو سحب فلوس وقفل موبايله ومفيش كاميرا جابته. وجاي فاجئهم ان جو ذكي جدا وابن ظابط، وهو نفسه كان هيبقى ظابط لولا الخلاف اللي حصل مع باباه فما دخلش الامتحانات. فجاي قرر ان هو يحقق حلم ابوه، فحد طبعا ذكي زي جو صعب ان هم يلاقوه. واخيرا كلهم قدروا ان هم يوصلوا لجو، وهو اتفاجئ لما شافهم وطلع ان هو كان مضيع موبايله ومحفظته، وحد لقاهم ووداهم القسم. وطبعا عشان وات مبلغ كل الاقسام، اول ما الحاجه وصلت لهم بلغوه وبكده عرفوا مكانه فين، وبيكونوا عايزين ان هو جو يرجع معاهم بس هو بيكون رافض ومصمم يفضل. بس فجأة نون بتقول ان هي مش هتتجوز هي وجاي، بس جو شايف ان هو مش هيقدر يرجع غير لما يتخطاهم، وهم خايفين ان هو يهرب تاني. بس فجأة واو بتروح وراه وبتعرفه ان هو لو مرجعش معاهم ان هي هتفضل قاعده معاه، وبتفضل تزن لحد ما في الاخر بيقول لها خليكي. وفجأة كلهم جم وقرروا ان هم يسيبوه وهيرجعوا، وبتكون نون مستغربه هم ليه عملوا كده، بس بيطلع ان وات وجاي حطوا له GPS في العربيه عشان لو اتحرك تاني يعرفوا مكانه، وكده كده وهتقعد معاه. وطبعا عشان قعدت على غفله راحت هي وجو عشان يشتروا كام حاجه، وهناك كان في واحده شكل جو كده معجب بيها بس ليها حبيب. وفعلا واو اشترت الحاجه اللي هي عايزاها بس فلوسها مش مكفيه، فطلعت تاخد من جو، وساعتها حاجتها اتبدلت مع البنت اللي كانت عاجبه جو. ولما رجعوا على البيت بتاع الشاطئ فضل يتكلم ويحكي عن طفولته وان هو وباباه وجاي كانوا بيطلعوا رحلات كده في البحر، وكان شكله مبسوط وان وقتها كان بيستمتع جدا بوقته. وبالليل فجأة واو بتفضل تدور عليه بس بتعرف انه راح يسهر في بار، وجو في البار في واحدة كده عجبته بس ما كانش عارف هي مين. وفجأة لقاها واو وكان مستغرب من اللي هي لابساه، بس قالت له ان شكل حاجتها اتبدلت مع البنت اللي كانت في المحل. بس هو لاحظ ان ناس كتيرة عمالة تبص عليها وهو شكله كده اعجب بيها وعمال يحلق عليها وبيرقص معاها ومش عايز اي حد يجي جنبها. وحتى بالليل كانت لابسة حاجة مش المفروض تلبسها، وهو كان متأثر بس كان لامم نفسه. وقعدوا ناموا في نفس الأوضة وفضلوا يتكلموا وتحكي عن ان هي لما تحب شخص تحب ان هو يكون لطيف. وبعد ما بتنام جو بيحاول يقرب منها بس ما بيعملش كده عشان باباها كان مكلمه ومأمنه عليها لان هم اصحاب من الطفولة. وتاني يوم واو صحيت وما لقيتوش، وشكله كده طلع في رحلة في البحر. وكلمت جاي ووات ونون وراحوا، وعرفوا ان هو كان مأجر جيت سكي كده بس مش قادرين يوصلوا له، خصوصا ان جت اخبارية لوات ان الجيت سكي ده غرق. وبكده جو هيكون راح فين لحد ما عدى 7 ايام ولسه مش لاقيين جو. وبكده خلاص اقتنعوا ان جو مات، وكلهم كانوا زعلانين واكتر واحد انهار هو جاي لدرجة كان عايز يحصله بس طبعا نون ووات منعوه. وبكده بدأوا ان هم يجهزوا للمراسم بتاعة جو على انه خلاص مات. وبعد كده وات بيجيله مكالمة وبيكون مصدوم منها وبيقول لنون ان جات له مكالمة من مي ان هم لقوا جاي مقتول، وهي طبعا ما كانتش مصدقة لحد ما راحوا مكان الحادثة وفعلا لقوه مقتول. بس يا ترى مين قتلوه؟ وفي نفس الوقت اللي بيعملوا فيها الجنازة بتاعة جاي ونون منهارة فجأة بيلاقوا جو هل عليهم، وطبعا هو مش عارف حاجة وفاكرهم عاملين الجنازة دي عشانه هو، بس بيعرفهم ان هو فعلا وقع من على الجيت سكي في نص البحر، بس في مركب من الناس اللي بيبيعوا حاجات غير شرعية لقوه، وان هم كانوا عايزين يقتلوه بس هو اداهم فلوس، وده طبعا قصاد حياته. وفضل معاهم على المركب بتاع 3-4 ايام لحد ما رجعوا على البيت بتاع الشاطئ اللي كان هو مأجره لما هو كانت قاعدة معاه، لحد ما هو قدر يرجع تاني للبلد بتاعته اللي هو فيها دلوقتي. وان هو راح على بيت جاي بس ما لقاهوش، وراح على بيت نون برضه ما لقاهاش، وعرف ان هي هنا فعشان كده جالهم. بس فجأة هي بيقوله ان هو يمسك نفسه وبيفاجئوا ان جاي مات وان دي الجنازة بتاعته. بس جو ما كانش مصدق، نلاقي
يحيي واحد يموت التاني. في الأول جو ما كانش مصدق لحد ما بيستوعب، وبتعدي الأيام والمفروض بيعملوا آخر مراسم خالص وإن هم يحرقوا جثته. بس جو فاجئ الكل إن هو مش هيعمل آخر المراسم دي لحد ما يمسك قاتل أخوه. ونون بتكون منهارة، وجو والعيلة بتاعت وا هم اللي بيهتموا بيها. وبعد كده بنلاقي إن جو بيتكلم مع هي وقرر إن هو لازم يمسك القاتل وهم اللي هيحققوا في الموضوع، بس بعيد عن وات والقائد لأن هم مش هيسمحوا لجو إن هو يتدخل. وبيكون هي واللي بيشتغل معاه ليهم ناس في السجن، فبيكونوا عايزين إن هم يتقربوا من مونتو عشان يعرفوا مين اللي قتل جاي، عشان جو شايف إن أكيد مونتو اللي ورا الموضوع بس مش هو اللي عمل الموضوع بإيديه، وإن أكيد في حد تاني بيجي بيزوره وده اللي بيساعده. وفعلا بيحاولوا في السجن إن هم يتقربوا من مونتو، وبيقولوا له إن هو إزاي قدر يقتل ضابط وهو في السجن، وهو مستغرب هم عرفوا منين. فبيقولوا قال يعني شافوا الموضوع ده في الأخبار وعايزين يعرفوا مين اللي عملها، بس مونتو شاف إن أسئلتهم كتير وإن هم يحلوا عنه، وشكله كده بدأ يقلق منهم، فعشان كده سابوه ومشيوا. وبيكونوا في الشرطة بيتكلموا على الموضوع وشايفين إن القاتل ما سابش أي دليل وراه إن هم يعرفوا هو مين، وهيبدأوا يحققوا بقى مين اللي بيزور مونتو ومين اللي كده، عشان أكيد هو اللي بيزور وهو اللي عملها. وطبعا جو وهي قرروا إن هم هيروحوا على بيت وات كده ويشغلوه عشان جو يشوف الملف بتاع القضية، عشان خاطر وات مش هيخليه يشوفه. وفعلا شافه وخد له صور، وكانوا شاكين في 3، والتلاتة دول كانوا شغالين مع مونتو في قضايا مختلفة، بس هما التلاتة سابوا الشغل في الشرطة. وبتعدي الأيام وجو وهي بيكونوا عمالين يخمنوا مين اللي هاجم القائد في المستشفى، وجو فعلا بيمثل اللي حصل، وبيقدر يخمن جو إن القاتل كان لابس باروكة. وتاني يوم وات بيروح لهم وبيفضل يسأل فيه عن واحد اسمه سونج على أساس أجر عربية معينة كده، وكان في واحد راكبها ومنتحل شخصية شرطي عشان يحقق مع واحد من التلاتة اللي جو شافهم في الملف. بس في الآخر جو قال له إن كل اللي هي عمله ده تحت أوامره هو. وطبعا وات فضل يتخانق معاه ومش عارف إيه، بس هي هداه، وبعد كده خد وات وقعد يتكلم معاه وبيعرفه إن جو ذكي جدا، وإن وات ممكن يشاركه كده من غير ما حد يعرف، وإن جو من ذكائه وهو بيحلل اللي حصل في المستشفى مع القائد قدر يعرف إن القاتل كان لابس باروكة، وإن هو برضه نفس الشخص اللي قتل جاي. وفي الآخر وات راح يعتذر لجو، بس كمان وراه إعلان عن إن هو ممكن ينضم للشرطة، وإن هو لو فعلا عايز يلاقي قاتل جاي إن هو يقدم على الامتحانات ويكون ضابط، وإن دي فرصته عشان يلاقي قاتل جاي وكمان يحقق حلمه اللي كان بيحلم بيه زمان. وبعد كده بنشوف جو هو قاعد مع وا، وشكله كده بيتكلم معاها ومعجب بيها لأنه بيقرب منها، بس الفلحة بتفضل تبعد لحد ما تقع في المية، وفاكرة إن هو بيعمل مقلب، والمسكين ولا بيعمل مقلب ولا حاجة، وراح هو كمان نطت لها في المية. وبيسألها لو شايفة إن هو بيضحك يعني مفيش مقلب ولا حاجة، وبيحاول يقرب منها، والاتنين في مرحلة الاستهبال، لأن هي بعد كده بتروح بتكلم صاحبها وتقول له إن جو شكله معجب بيها. وفعلا جو كان عمال يفكر في حلمه لما كان عايز يبقى ظابط وشكله كده هيقدم. وتاني يوم كان هي بيتكلم مع جو على نون وعلى وا، وجو قال له إن هو معجب بوا، واستغرب ده حصل إمتى، فقال له إن ده حصل لما قعدت معاه فترة في بيت الشاطئ. بس نون هو فاكر إن ما كانش هيعرف يحب غيرها، وإنه كان طول عمره بيحبها، وإن هي دلوقتي بتقضي معاه وقت، بس حاسس إن هي بتقضيه معاه عشان بيفكرها بجي، ومش عارف إزاي يقول لها على مشاعره ناحية وا عشان ما يجرحهاش. وهي اقترح عليه إن يسيب الأيام هي اللي تحدد اللي قلبه عايزه. وأخيرا عدى الوقت ونتيجة الامتحانات اللي هو دخلها طلعت وخلاص اتقبل، وطبعا هما فرحانين علشانه لدرجة إن أول يوم شغل ليه كلهم فضلوا يحتفلوا بيه. وفي اسم الشرطة شكله كده هيستخدم مكتب جاي، وبدأ شغل على أول قضية ليه، وكان واحد مخنوق بمنديل. وبيعدي كام يوم وبنشوفه وهو واقف مع وا كانت رايحه له عشان عامله له الحاجة حلوة اللي هو بيحبها وبتأكله، وقيس فجأة لقينا نون وراهم، وهما الاتنين ارتبكوا شوية، بس زي ما تكون نون فاهمة. ونون قالت لجو إن وا دي زي أختها الصغيرة، وإن هي تعرفها من زمان من أيام ما كانت بتزحف، وبتقوله إن هي أمانة عنده وبلاش يخلي نون يزعل ويهتم بوا كويس، وبتسيبهم وبتمشي. وبالليل بنشوف نون وهي بتتكلم مع وات، وشكلها كده حاسة إن جو حاسس بحاجة ناحية وا، وقالت لوات إن هي قررت تنصح وإن هي هتهتم بنفسها لوحدها. وبنرجع تاني يوم لاسم الشرطة، وبيكونوا بيكملوا تحقيق في قضية الراجل اللي مات. وجو بذكائه قال لهم إن هو مات مخنوق بمنديل، وإن الحركة دي الصينيين اللي بيعملوها، وكلموا حد من الشرطة اللي كانت بتحقق في الموضوع في المنطقة، وقالوا له لو في أي حد صيني أو أي الكلام ده. وكان فعلا في محل بتاع واحد صيني كده، هما كانوا برضو بيسألوه شوية أسئلة عن الراجل اللي مات. وفعلا راحوا لبيت الراجل ولقوه مهتم بالحضارة الصينية جدا، لدرجة كل بيته تقريبا حاجات صينية. وكان الراجل عايز يهرب، بس جو لقى في بيته الحبل والحاجات اللي قتل بيها الضحية، فبالتالي قبضوا عليه. وبعد كده كان بيتكلم مع جو انه ازاي
عرف من قطعة المناديل اللي لقاها ان ده القاتل وهيكون ليه علاقة بالصين وكده. وجو بيقوله ان هو في مرة قرا كتاب عن حل الجرائم الصينية، وان الطريقة دي كانت بتستخدمها العيلة المالكة في الصين عشان خاطر ما يلاقوش أدلة، وان هم بيحطوا كذا طبقة مناديل على وش الضحية لحد ما يتخنق ويموت. وطبعا كل اللي بيشتغلوا معاه انبهروا. وبعد كده بنشوف نون وواو وهم بيتكلموا، ونون قالت لواو ان هي هتتسحب ما بينها وما بين جو، بس واو شايفة اني لا، وان هي زي اختها الكبيرة، وان هي عايزة جو يختارها عشان خاطر بيحبها مش عشان خاطر نون انسحبت، وان هي لو بتعزها فعلا تتعامل مع جو زي ما بتتعامل، وبكده هتكون انتصرت واو لو جو حبها ونون موجودة، والا هتكون ازاي واو اللي كسبت لو نون انسحبت. وكل ده جو سمعه وشكله مبسوط ان هما لسه قريبين من بعض. وبعد كام يوم بنتفاجئ ان ايك في الاخر يئس وراح للدكتور مونتو وقال له ان هو اللي قتل بنته، ودبر لكل حاجة وجاب اصحابه عشان يمسحوا كل البصمات وكل الادلة. وطبعا مونتو بيتجنن ان هو بقاله 10 سنين مخبي الموضوع، ليه فجأة قرر ان هو يعترف. فاتاري ايك عامل كده عشان خاطر الدكتور مونتو يقول مين هو قاتل جاي، وقصاد كده هيعترف باللي هو عمله. ومونتو قال له ان هو هيقول له مين القاتل لو ايك اعترف وخد جزاؤه بالقانون. بس فجأة بنتفاجئ ان ايك بيقول له ان هو عمل كده وخلى اصحابه يمسحوا البصمات عشان خاطر كان فيه بصمات راجل تاني. وان ايك كان بدأ يلاحظ على جوم ان تصرفاتها غريبة، زي ان هي بتفضل تتكلم في التليفون وتضحك، ولما هو يجي تقفل المكالمة، وكانت اوقات كتيرة بتتأخر بره. بس كانت بتقول لايك ان هو بسبب الاجتماعات وكده، وان هو لما كلم الشركة اكتشف ان هي بتكذب عليه في كل حاجة. ووقتها هو شك فيها وعمل نفسه قال يعني مسافر عشان شغله وكده، بس رجع في نفس اليوم واكتشف ان هي فعلا بتخونه مع واحد تاني. ولما واجهها قالت ان هي كانت بتعمل كده بسبب ان هو خانها قبل كده، بس هو كل اللي مضايقه ان هو خانها بس ما كانش بيجيبها البيت. يعني انت كل ازمتك ان هي بتخونك في بيتك؟ طب مبدأ الخيانة عادي يعني. وان جوم وقتها استفزته اكتر ان هي مبسوطة مع عشائها اكتر منه، وساعتها ايك اتجنن منها وخد مسدسه وكان عايز يقتلهم. وساعتها جوم فضلت تجري منه لحد ما فجأة وقعت من على السلم. واني بعد موتها ايك ساعتها جاب اصحابه عشان خاطر يمسحوا الادلة، ونبه على الشاب اللي كان معاها واللي اسمه مان ان هو ما يقولش اي حاجة عشان خاطر جوم وسمعتها لا اصيل، لان هو لو اتكلم هيقتله. واني ساعتها طرد الولد واصحابه بدأوا ان هم يجمعوا الادلة عشان يتخلصوا منها. وطبعا ايك عمال يحلف لمونتو ان هو عمل كده عشان خاطر سمعة بنته، وطبعا مونتو رافض يصدق ان بنته كان عندها عشيق، وقال له ان الحالة الوحيدة ان هو هيصدقه فيها ان يدور عليه ويجيب له الولد ده وهو يسمع الكلام ده منه، وقتها هيقول له مين قاتل جاي. وطبعا ساعتها ايك اضطر ان هو يجمع الناس اللي بيثق فيهم زي وات وجو وواحدة كمان، وبيقول لهم على الحقيقة، وان هم لازم يدوروا على مان لو عايزين يعرفوا مين قاتل جاي، وان هو هيقول لهم على الاماكن اللي مراته كانت بتتردد عليهم عشان خاطر يدوروا على مان، لان هو مش فاكر اي حاجة عنه ولا حتى عارف اسمه ايه غير ان هو مان، مش عارف اسم عيلته. فالموضوع هيبقى صعب شوية، بس هو ده الحل الوحيد اللي قدامهم دلوقتي. وبعد كده بنشوف جو هو رايح لمونتو، قال يعني حاسس بيه عشان قاتل جاي اخوه لسه بره، ومونتو برضو قاتل بنته لسه بره، وقال يعني جو عايز ان هم يتعاونوا عشان يحققوا العدالة. بس مونتو فاجئوا ان مش هو بقى ضابط جنايات واللي يعرفوا ان الضباط مش خونة. وهنا جو اتعصب بس وات اتدخل، ومونتو قال لهم ان هو مش غبي ومش هيقول على قاتل جاي غير لما ايك ياخد جزاءه. وبعد كده بنشوف جو هو بيسأل وات لو قال لمونتو ان جو بقى ضابط، ووات قالوا ان هو ما قالش حاجة، بس جو استغرب امال مونتو عرف ازاي ومحدش غير وات زاره في الفترة الأخيرة. وهنا وات قال له ان هو معلش ممكن يكون قاله لما جه اخر مرة ونسي. ما هو كده بقى بوظ خطة جو. يا ترى يا وات وراك ايه؟ ووات وزميله راحوا استنوا قدام الجيم اللي كانت جوم بتلعب فيه، وهناك شافوا واحدة وسمعتهم وطلعت ان هي كانت تعرف جوم وكانت قريبة منها، والاتنين بيفضلوا يستهبلوا ويقولوا لها ان هي كانت بتيجي مع واحد اسمه مان وان هو كان صديقها. بتقولهم هو مش كان شغال عندها في الشركة؟ فعرفوا ان هي تعرفه، فقال لها ان هو كان بيشتغل في الشركة وفي نفس الوقت كان صديقها، وعملوا نفسهم ناسيين ان مان ده منين، وهي قالت لهم ان مان ده من تشانج ماي وان هي متأكدة عشان هما الاتنين من نفس البلد. وبعد كده استأذنتهم ومشيوا. وطبعا بعد كده راحوا لايك وقالوا له ان هم عرفوا مان ده منين، وان هم هيحاولوا يعملوا بروفايل شخص كده عشان يحاولوا يدوروا عليه من غير ما يتشك فيهم، لان مان لو عرف ان الشرطة بتدور عليه هيهرب. وبعد كده بنشوف بناتنا الحلوين بالليل وهما الاتنين بيجهزوا، بس صراحة حبيبتنا غطت على نون من كتر ما كانت قمر وشياكة، حتى نون انبهرت بجمالها. وبنلاقي الاخ جو اللي اول ما شافها راح متنح، حتى باباها خد باله وقال له في ايه يا عم جو مالك كده، ركز، لحد ما فاق لنفسه. وبعد كده راحوا كلهم سهروا في بار وكانوا مبسوطين وقاعدين بيرقصوا، ودي طبعا حاجة جديدة على نون. ووات قال لجو صراحة الاتنين حلوين وكيوت ويحير يختار مين فيهم. وراحوا هما كمان
رقصوا معاهم. يا ترى وات هيحب نون ولا ايه؟ لو بتخمنوا اكتبوا لنا في الكومنتات. وبعد كده نون وصلت نفسها وقالت لجو ان هو يوصل وا، وفعلا راح يوصلها، وشكلها كده عايزه تسيب لهم الجو شويه. وهناك لما بينزل وبيتكلم معاها بيستأذنها ان هو يبوسها بوسه بريئه صغيره، وهي ما بتمنعش، بس بيجي الوالد والوالده ويقطعوهم في اللحظه دي ويقولوا لها واه لمي نفسك بقى ولا ايه؟ او ما طبعا ما قالوش كده، ده تاتش من عندي. وتاني يوم كلهم قلقانين عشان جو مختفي ومحدش عارف يوصل له، بس بنشوف بالليل ان جو في مكان وقاعد متربص لحد، وطبعا الحد ده يخص دكتور مونتو عشان خاطر يعرف مين قاتل اخوه. وفعلا لقى واحد من رجاله مونتو ميت، وشاف الراجل اللي هو متنكر وحاول ان هو يضربه بس ملحقش، بس ضربه ضربه جامده كده، بس في الاخر الراجل ده هرب منه. وبطلنا اتصاب ودخل المستشفى، وكانت نون خايفه عليه جدا لدرجه ان هي بتحضنه، وطبعا هو لما بتشوف كده بتطلع وبتكون قاعده زعلانه، واهلها بيقعدوا يواسوا فيها، ونون بتسمعهم وبتعترف ان هي بتحب جو. وبعد كده بنشوف ايك هو كمان لما راح لجو المستشفى وعمال يلومه ان هو اتصرف من دماغه، ويطلع البيت اللي هو كان واقف قدامه ده اللي كان مونتو خاطف فيه ايك، وان هو استنتج ان القاتل المتسلسل لو قتل حد هيروح يحطه في البيت ده لان هو تبع مونتو. وبعد كده ايك بقى ساب كل حاجه وساله اذا كان وصل لحاجه، فبطلنا قال له انه قدر ينقذ الضحيه وما ماتش، بس اكتشف حاجه مهمه، وان القاتل المتسلسل ده بيدهن جسمه بكريم لونه غامق. وبعد كده تاني يوم بنشوف اجتماع في الشرطه، وجو بيحكي كل حاجه وبيقول ان القاتل ده طوله 180، وان بشرته فاتحه، والا ما كانش حط الكريم ده، وان حاجه من الاتنين، يا اما حد مونتو مأجره، يا اما ده ضابط شرطه سابق ويعرف مونتو، وممكن فاكر نفسه ما خدش حاجه من الشرطه، فقرر ان هو يشتغل الشغلانه دي قصاد انه يقتل وياخد فلوس. بس كل دي لسه تخمينات، وطبعا بكده هيرسموا له رسمه كده بالشبه، ويبداوا ان هم يدوروا في اي حد يعرف مونتو او المحيط بتاعه. وتاني يوم بنشوف ان بطلنا عامل مفاجاه صغيره لوا، لان بقالها كام يوم زعلانه ان هو اتصاب، ويطلع ان ده بيت شجره كانوا بيلعبوا فيه زمان وهم صغيرين، وهو صلحه لها، وهي طبعا فرحانه بيه جدا، والاتنين بيقعدوا يلعبوا وبيقضوا وقت حلو. واخر الاسبوع بيكون في فرح ظابط من اسم الشرطه، وبيكون وات وصاحبه عمالين بيتراهنوا ان يا ترى جو هيجيب معاه نون ولا واه، لان اكيد اللي هيجيبها معاه هو اللي هيعلن ان هي حبيبته. وبنلاقي ان جو داخل عليهم، لو عارفين هو خد مين قولوا لنا. وبنلاقي ان هو خد واه، وطبعا كلهم تنحوا شويه بس قدمها على انها حبيبته. وبعد كده بنشوف ان وات متشلفط، وجو بيساله ايه اللي حصل له، بس وات بيقول له ان هو كان في جنازه عمه وخد العجله بتاعت ابن عمه واتشقلب بيها، فحصل له حبه اصابات كده على المشي، وجو ما علقش. بس بعد كده وات بيساله اشمعنى اختار واو مش نون، وجو قال له اني مهما يكون بيعمل هو واو بيكونوا مبسوطين حتى لو ما بيعملوش حاجه، كأن في رابط بينهم. وات قال له ان هو اختار الشخص الصح. ونون بتكون حزينه عشان خاطر دايما حياتها فيها خيبات امل، وابو واو بيواسيها لان هو يعرفها من زمان وان هو جنبها وزي ابوها. وبنلاقي في الفرح ان في واحد داخل ورفع العريس والعروسه مسدس، ويطلع ان هو حبيبها القديم، وراح ضاربهم هما الاتنين بالنار. بس طبعا وات والشرطه قاموا بالواجب معاه وعملوه زي مصفة المكرونه. طبعا الفرح اتقلب لمكان جريمه، وبداوا ان هم يجمعوا الادله، وكانت واو عماله تتفرج عليهم. وتاني يوم بنتفاجئ ان هي بتقول لجو ان هي بعد ما شافتهم امبارح اتأثرت جدا، وان هي قررت تغير مسار حياتها، وان هي كمان هتقدم وهتكون ضابط جنايات. وجو نبهها ان الموضوع صعب وفي ايام مش هتروح فيها بيتها، بس هي شايفة ان دي حاجة الواحد يفتخر بيها، وان هم بيعملوا الصح، وهو مبسوط منها ومن قرارها ودعمها. وبعد كده جو بيروح يكمل تحقيق مع الضابط اللي هو السجان بتاع مونتو عشان يعرف مين بيروح له ومين بيمشي من عنده وبيكلم مين. بس السجان ده عرف ان اكتر ناس بتزوره هم، وجو استغرب هم مين، فبيتكلم يعني على ضباط الجنايات وخصوصا وات. وده شكله كده لفت نظر جو لانه راح بعد كده وفضل يتكلم معاه هي وحكاله، وافتكر ساعة ما ضرب الراجل اللي كان متنكر. وجو قال له ان هو بعد كده شاف وات، بس وات اخترع حجة وقال ان هو كان راكب عجلة ووقع، وهي قال له انه ما ينفعش المرة دي يغلط ولازم يتصرف صح. فساعتها جو راح على ايك وحكاله على كل شكوكه، بس ايك قرر ان يخلي الموضوع ده سر ومفيش حد غيرهم هما الاتنين يعرفوا، وان هما الاتنين هيراقبوا وات. وفعلا كان ايك بيراقبه. وبعد كده جو راح استلم المناوبة، بس سمع حركة وحس بحاجة
غريبة، فاضطر يدخل البيت وساعتها لقى وات على الأرض وطلع محقون بنفس المادة بتاعة المخدر اللي القاتل دايما بيخدر بيه ضحاياه، واتنقل على المستشفى وكان محقون بجرعة زيادة. بس بطلنا جو ما شافش ولا حد داخل ولا خارج، وإيك قال له إن الوحيد اللي هيقدر يجاوب على الأسئلة دي هو وات. وفعلا أخيرا وات فاق من الغيبوبة اللي كان فيها وقال لهم إن في حد اقتحم بيته، وهم الاتنين فضلوا يضربوا في بعض لحد ما اتحقن بنفس المخدر. بس طبعا وات شايف إن هو مش هيموت بسهولة، بس ما ضربوش بالنار. فساعتها جو سأله امال ليه متأكد ان رجالة مونتو هم اللي عملوا كده؟ فوات شايف ان هو نفس النمط، ان هم بيتخدروا ومش عارف بيتقتلوا ولا بيحصل فيهم ايه، ويمكن ما ضربوش بالنار عشان اتحقن بجرعة زيادة. بس بعد كده جو بيروح يتكلم مع ايكو، بيكون حاسس ان الموضوع غريب وان في حاجة مش منطقية. بس ايك بيقول يمكن القاتل شافه وهو بره فهرب من غير ما جو يشوفه. بس شكل كده تحقيقاتهم هتستمر عشان لسه ما فيش ولا حاجة ضد وات ولا حاجة في صف وات. وبعد ما وات طلع من المستشفى راح هو لجو للدكتور مونتو، وبرضه كالعادة بيتكلموا مين اللي قتل اخوه ومش عارف ايه، وعايز يعرف فيه ايه بالظبط عشان كمان يعرف مين اللي هاجم وات. بس هنا مونتو بيفاجئه وبيقوله ان القاتل ظابط، وطبعا جو بيكون عايز اي هنت تاني. وات بيسأله وده اسمه ايه، بس مونتو بيرفض ان هو يقول اي حاجة غير ان القاتل ظابط. وبعد كده بيبدأوا ان هم يعملوا اجتماع، وبيكتشفوا ان مونتو بيقعد يكتب ارقام كده على حيطة السجن. مرة كتب 1 وبعديها بكام يوم كتب 7 ومش عارفين الارقام دي بتاعت ايه. وفي منهم ان هو خمن ان ده مثلا رقم باسورد لحساب بنك او رقم خزنة، المهم ان هي حاجة تخص فلوس مونتو وشايلها فين. وبيبدأ جو ان هو يركز مع وات. والاخت نون راحت لوات وقال يعني عمالة تشرب وتفتكر في جاي، بس شربت زيادة عن اللزوم. وبعد كده وات بصلها بصة غريبة كده لما نامت وتقرب منها، وتاني يوم صحيت واتفاجئت وان هو استغلها. بس هو قالها انه كان شارب ومش فاكر اي حاجة، بس هي شايفة انه استغلها ومشيت من عنده بسرعة. وزميل جو اللي كان بيراقب بيت وات كلمه وقال له ان نون كانت عنده، وطبعا جو اتفاجئ وراح لها وكان بيسألها لو وات اذاها، بس هي بتقول له ان مفيش حاجة، وبيعرفها ان وات ده شخص خطير وان هي ما تثقش فيه ولا في اي حاجة يقولها لها. بس نون قالت لجو ان هي خلاص قطعت علاقتها بوات ومش عايزة تشوف خلقته تاني. وبنلاقي بعد كده ان حبيبة وات راحت له البيت ولقت حاجة في الأوضة تدل ان كان عنده بنت، وفضلت تواجهه وتتهمه لحد ما قال لها ان كان موجود عنده حبيبة اقرب صديق ليه. فهي طبعا فهمت اللي حصل وراحت لنون على الجامعة مكان ما بتدرس، واديتها حتة قلم وواجهتها ان هي سرقت حبيبها، لحد ما جه واو وباباها وصاحبهم وفك الاشتباك. بس طبعا جو مسكتش وراح لوات اسم الشرطة وراح ضربه عشان هو اللي يستحق ده، وان اللي حبيبته عملته ده ما ينفعش وان هو اللي لازم يتضرب. وبعد كده وات راح لبيت نون وفضل يعتذر لها، بس هي مش عايزة تشوفه لاني لو كان جاي عايش ما كانش سامحه. وبعد كده بنلاقي ان ابو وات كان واقف وبيسألها لو عايزة مساعدة، وان في اي وقت تحتاج مساعدته ان هي تكلمه وهو هيساعدها على طول. راجل محترم. وجي عيد ميلاد الحلوة وكلهم مبسوطين، بس نون حزينة خصوصا لما شافت حب جو وفضلت تفتكر ان كل اللي نون بتحبهم ماتوا وان هي لوحدها. ورجعت بيتها واتشيكت وكانت حلوة، بس طلعت مسدس وعينيها فيها شرار كده. بس راحت لها عشان تديها الكيك، بس لاحظت ان نون متشيكة وبتتصرف بغرابة ومش فاهمة مالها، فصممت تدخل ولقيت المسدس. وطلعت نون عايزة تنتحر عشان هي لوحدها وما عندهاش حد، وفضلت تكلمها يهديكي يرضيكي ومفيش. نون شايفة ان هي لوحدها، وفجأة حقدت على وهددتها تقتلها هي عشان عندها كل حاجة نون بتتمناها، عيلة وحبيب وكل حاجة، بس هي من ايام الجامعة وهي عايشة لوحدها واهلها ماتوا. بس هوب جه ابو وفي نيته حسنة، بس نون قتلته بالغلط. وطبعا البنتين انهاروا، وطلع جاي عشان جايب لنون هدية. ما كانتش عايزة نون ان هي تقرب على ابوها خالص، واتقبض عليها واعترفت ان هي اللي قتلته. وطبعا مامة مصدومة عشان جوزها كان بيعتبر نون زي بنته ومش فاهمة ده ازاي حصل. قاعدة حزينة وبتفتكر باباها واخر هدية جابها لها واللي هي سلسلة عشان هدية عيد ميلادها، وان ازاي بعد كده هتحتفل بعيد ميلادها وده نفس يوم وفاة ابوها يا عيني. وطبعا جو عمال يواسيها، ونون اعترفت ان هي كان قصدها ان هي تقتله، وده طبعا من احساسها بالذنب ولا كانت قصده ولا حاجة. وجو مصدوم من كلامها وعايزة تقول الحقيقة، بس هي مصممة ان هي قتلته عن قصد. وتاني يوم نتفاجئ بموت جوك، وده زميل جو ومكتوب على راسه رقم. بس في اليوم اللي نون هتترحل فيه بعد كده راحت واعترفت ان نون ما كانش قصدها ان هي تقتل ابوها، طلع عندها ضمير. بس لما كانوا بيرجعوا نون بيتها
مامتها وقالت لها اني تبقى تخلي بالها من نفسها عشان في الغالب مش هيتكلموا تاني. وبيعدي كام يوم وبتكون جنازة ابوها، ونون بتكون منهارة وعمالة تعتذر وتطلب السماح من مامة وا، بس هي مش عارفة هتسامحها ولا لا، لان جوزها كان دايما معتبر نون زي بنته، بس حاليا مش عايزة تشوفها. وتاني يوم مي زميلة جو هي كمان كانت مقتولة وبرضه مكتوب رقم على دماغها، وطبعا الكل منهار وفي حد عمال يجمع الارقام دي جنب بعض. يا ترى رقم ايه في الاخر؟ لو عارفين اكتبوا لنا. وبعد كام يوم بتطلع ان مي وبوك دول عايشين ومحدش يعرف، ان كل ده خطة منهم عشان خاطر مفيش حد بريء يموت، لان مونتو مادام كتب رقم على الحيطة جوه السجن معنى كده انه بيدي اشارة للقاتل اللي بره ان هو ينفذ جريمة. فجو اتصرف عشان محدش بريء يموت ويكسب وقت، بس جو هيعلي ليفل الخطة وهيعوز مساعدة من حد رتبة اعلى. وفعلا لقينا فجأة ان جو بقى مسجون وعمال يتهم مونتو ان هو اللي قتل ابوه واخوه، بس كأنه مضروب على راسه وتعبان. والسجان قال لمونتو محدش عارف هو اتسجن ليه عشان ملفه سري جدا. وطبعا مونتو الفضول هيموته، خلى رجالته في السجن كانوا هيموتوا جو، قال يعني عشان يعرفوا اتسجن ليه. فخلاص جو قال ان هو قتل ايك عشان هو السبب في كل المصايب، وان ملفه سري عشان لو الخبر انتشر ان ضابط قتل القائد بتاعه فساعتها صورة الشرطة هتبقى في الارض، عشان كده هو سر. وتاني يوم يحاول يستدرج مونتو، قال يعني يقول له قتل ايك ازاي، قصاد ان مونتو هو كمان يقول مين القاتل ومين اللي قتل اخوه وكل حاجة عن القاتل اللي بره. بس مونتو ما اهتمش ومشي وسابه. فجو قرر ان هو يعلي الليفل وكتب على الحيطة 3 5 ودي معناها ها ها ها، ودي تعتبر تحدي للقاتل. وفجأة مونتو قرب من جو، فضل يمشي ايده كده وراح شايل جهاز التسجيل. يسكت؟ لا، قال له اسم القاتل بس في ودانه ان ومحدش غيره يعرفه، وما قالوش هو مين. لو انتوا عارفين قولوا لنا. ولما بيطلع زمايله بيسألوه لو مونتو قال له على اسم القاتل، بس ساعتها جو ما بيتكلمش وبيفتكر ان مونتو فعلا قال له اسم القاتل، بس في نفس الوقت ما قفل التسجيل قالوا ان دلوقتي ما عندوش دليل، فبالتالي محدش هيصدقه. ونون راحت تاني لمامة واو وطلبت منها السماح، بس المرة دي مامة واو وافقت ان هي تسامحها عشان دايما كان جوزها بيقول لها ان نون زي بنته الكبيرة، فبالتالي رجعت نون اجتمعت معاهم. وطبعا بعد كام يوم بتحصل محاولة قتل الجو، بس هو اللي بيقتل القاتل وبيكون حد مش معروف. ولما بيروحوا الشرطة وبيحققوا بيعرفوا ان ده اساسا كان قاتل قبل كده واتسجن، واني لما واد سأل مراته ما تعرفش مين اللي هو كلم جوزها عشان خاطر ما فيش حد كلمه، وان الباب خبط في يوم ولقى صندوق بره، فبالتالي لقى اللبس وعرف مين التارجت بتاعه. وساعتها جو قال ان القاتل عارف ان هو قرب منه عشان كده حاول ان هو يقتله. وبتحصل مشادة كده ما بين وات وجو، ان كده جو مش معتبره صديق، بس جو فجأة اداله في نص دماغه ومين قال ان انت صديق. وفي يوم وات وزمايله سهرانين، وساعتها هي وجو حطوا اجهزة GPS في العربيات بتاعتهم عشان يعرفوا بعد كده هم بيروحوا فين وبيعملوا ايه. والاخ جو بالليل بيروح يبات مع وا، المفروض بياتا بريئة عشان خاطر مامتها بايتة عند نون عشان نون تعبانة شوية. وفعلا الاتنين بيناموا جنب بعض بيبقى شكلهم كتاكيت قوي. ودلوقتي ايك وفريقه شاكين في 4 في وات والتلاتة اللي تحت ايدين وات، عشان خاطر وات طلع هو اللي كان قابض على القاتل اللي حاول يقتل جو، فبالتالي هو كان عارفه كويس. وبنتفاجئ ان اللي بيشتغل عند هي ويعتبر زي اخوه هو اللي اتقتل ومكتوب على دماغه رقم 5 اللي المفروض كان يتكتب على راس جو. وطبعا فهمنا ان ما قدروش يوصلوا لجو، فقرروا ان هم يقتلوا اللي حواليه. وطبعا هي زعلان وعمال يزعق مع جو اذا كان هيسيب وات واللي معاه، بس جو بيقوله ان هو مش هيسيب حد وهيمسك قاتل نوي واللي قتل اخوه كمان. وجو بعد كده بيقول لوا ان هي ومامتها ونون يقعدوا كلهم في نفس البيت، وان نون تيجي تقعد معاهم عشان خاطر هو قلقان عليهم، ويا اما هو هيجي يبات معاهم يا اما هيبعت حد من الضباط يحرسهم. بس مش بس كده، ده كمان بياخدهم كلهم على بيت ايك على اساس يعملوا حفلة صغيرة كده ويغيروا المود، بس بيفاجئوهم بان مي وبوك لسه عايشين، وطبعا نون واصحابها وكلهم بيفرحوا جدا واحنا لازم نفرح لهم. ومش بس كده، ده مي كمان يطلع ان صاحب وهو بيحبها وبيعرض عليها تكون حبيبته، وهي بتكون مبسوطة جدا وبتوافق، واحنا طبعا برضه لازم نفرح لهم. وبيعدي شوية وقت وبعد كده بنشوف نون وهي بتقول لواو ومامتها وجو ان هي قررت تسافر عشان تبدأ بداية جديدة، عشان الناس في البلد عندهم ما بقتش متقبلاها قوي بعد اللي هي عملته، بس هتروح عشان تدرس للأطفال ودي حاجة هي بتحبها. وبعدين هي مش رايحة بعيد قوي، هي لسه في تايلاند برضه بس رايحة فوق الجبال كده. وجو بيقول لها ان هي محظوظة عشان هيبقى عندها بيتين، وهو زعلانة ان نون هتسافر. وفعلا سافرت، وشكل المكان والبيت اللي هناك عجبنها، واتعرفت على واحد اسمه نيو، وده برضه متطوع في المنظمة اللي هي
عاملة التعليم والحاجات للولاد، وبتطلب منه ان هم في يوم يروحوا عشان عايزة تجيب كتب وحاجات من المدينة، وهو بيوافق. وفعلا في يوم بيروحوا، بس بيتعرضوا كده لحادثة صغيرة، وجو ووا ساعتها بيسافروا لها عشان يطمنوا عليها. ولما بيوصلوها البيت هناك بيتعرفوا على نيو، وشكله كده هيبقى صاحب نون، بس بتطلع ان دي نفس البلد اللي جو واصحابه عرفوا ان مان منها. فبيسألوا لو ممكن يساعدوا ان هو يدور على حد، والاتنين بياخدوا ارقام بعض، ونيو ده بيقول له يبعت له الاسم واي حاجة تخص الشخص اللي هو عايزه وهو هيدور له عليها. وبعد كده جو ووا بيرجعوا. بس بعد كام يوم بتروح مي وبوك وبيقعدوا مع نون ومع نيو ده، وبيحكوا له ان هو اسم اللي بيدوروا عليه مان، وهو بيكون عايز يعرف هو بيدوروا عليه ليه. وبيحكي له قصة مونتو وجرائم القتل اللي هو بيعملها، وان بنته كانت على علاقة بواحد اسمه مان، وهو الوحيد اللي هيقدر يتكلم مع مونتو ويقنعه ان ايك ما قتلش مراته، وان هي وقعت من على السلم وهي كانت خاينة. ومان بيسمعهم وبيسكت. وبعد كده بنكتشف ان وا هي كمان نجحت في الامتحانات، وكده هتكون ضابط جنايات زي جو، وكله فرحان لها. وبعد كده بنلاقي ان هو كمان مات ومكتوب على جسمه رقم 3. ويا عيني دي بتكون اول قضية وا هتشتغل عليها وتجمع الادلة بتاعتها. وطبعا جو حزين لان الراجل ده هو يعرفه من زمان وكان قريب منه جدا. وطبعا برضو في حد بيحط رقم 3 جنب الارقام اللي هو عمال يجمعها قصاد قتل الناس. وبعد كام يوم بنلاقي ان مي وبوك راحوا في مكان كده وبيسألوا عن نيو، بس وهم ماشيين بيعرفوا ان نيو هو مان اللي هم بيدوروا عليه، وبيقعدوا يستفسروا. وبعد كده بيكلموا جو وبيحكوا له كل حاجة، وان هو مخبي هويته عشان خاطر يتجنبهم، لدرجة ان هو كمان استقال من شغله. وطبعا جو بسرعة افتكر ان هو خد رقمه وكلمه وقال له ان هو جو صاحب نون، بس ساعتها نيو او مان ده عمل نفسه ان الرقم غلط وقفل معاه. وبعد كده بنلاقي ان نون قاعدة بتتكلم مع نيو ده وبتقوله ان هي اتنقلت على تشانج مي عشان تهرب من كل حاجة وحشة حصلت في بانكوك. بس نيو ده شايف ان مفيش حياته سيئة اكتر منه. بس نون بتبدأ تحكي وتقوله ان باباها مات لما هي كان عندها 2 سنين، وان مامتها هي كمان ماتت في حادثة عربية لما كانت في ثانوي، وان جدتها جالها أزمة قلبية وهي في الجامعة. ده انت حياتك بؤس. وان الشخص الوحيد اللي هي حبته كانت هتتجوزه هو كمان اتقتل. وهو مستغرب ازاي واحدة رقيقة زيها عدت بكل الأحداث السيئة دي. وتقوله انت فاكر ان انا كده خلصت؟ ده انا جيت اعيش هنا عشان خاطر قتلت الراجل اللي اعتبرني زي بنته بس بالغلط. بس هو شايف برضه ان هي احسن منه عشان ما كانش قصدها تقتل الشخص اللي هي بتحبه، قصده يعني على ابوه. يقول لها لكن هو كان عادة بيقابل جون بره البيت، بس في يوم هو اللي طلب ان هو يقابلها في بيتها، وان جوزها رجع البيت فبالتالي هو السبب في موتها. ما هو لو ما طلبش يقابلها في البيت ما كانش جوزها شافها، فبالتالي ما كانتش ماتت. وبتسأله لو جوم دي كانت حبيبته، وهو بيفاجئها ويقول لها ان جوم دي بنت دكتور مونتو، وان هو الراجل اللي هم عمالين يدوروا عليه. وهي بتتفاجئ، وانا شايفه ان الاتنين دول متعيس. نيو بس قلق شويه لما لقوا ان هم بيدوروا عليه عشان كان خايف ان ماضيه يرجع يطارده، لان بعد حادثه جوم غير اسمه واسم عيلته واتنقل للمكان ده وبدأ حياه جديده. بس نون اقنعته ان هو يكلم جو. قالت لهم ان نيو قرر ان هو يروح لمونتو ويقول له الحقيقه، وكده نون ونيو هيرجعوا على بانكوك. وهم راجعين في كمين بيوقفهم، وبيعرفوا ان ديناي اللي شغال تحت ايد وات هيجيلهم. وطبعا ساعتها نون بتخاف وبتكلم جو، بس هو بيعرفها ان هي ما تروحش مع اي حد ولا وات ولا اي حد غيره وهو هيجيلهم. بس فجأة ديناي بيروح وكان عايز ياخد نيو، بس نون عملت نفسها مش عارفة اي حاجة وان هي صاحبة وات وان هي كلمت جو هو هيجي ياخده. فساعتها ديناي قال لها ان هو هيكلم وات لان هي كانت عايزة تكلمه وهو رفض، وفعلا كلمه. بس ساعتها رجع على نيو وصمم ان هو يقبض عليه، بس هو ما عملش حاجة. وكانت نون عايزة تمنعهم، بس طبعا الضباط التانيين اللي ما عرفوش اي حاجة ورتبتهم اصغر ساعدوه. بس طبعا ساعتها نون راحت معاهم مش عايزة تسيبه. ولما جو وصل للكمين عرف ان دناي خدهم، وساعتها حاول يكلمهم ومعرفش يوصل لهم. بس دناي في عربية وقفت قدامهم وكان حد مقنع، ونزل دناي قال يعني بيتخانقوا، بس هو التاني ده ثبته وكان عايز نيو. وطبعا نون مش عايزة تسيبه، بس في الاخر نيو بس هو اللي راح في العربية التانية، ودناي ده خد له طلقة على الماشي. وجو قدر ان هو يوصل لها، بس دناي كانت حالته مش خطيرة وكلم الاسعاف. ونون صممت تروح مع جو عشان تقدر تساعده ان هو يلاقي نيو. وفعلا كان في حد شانق نيو وعايز يقتله، وساعتها هم وصلوا على المكان لان هي عرفت المكان من العربية، بس هو قال لها تخليها هنا وهو هيدخل. وفعلا دخل وفضل يتخانق مع
المقنع ده، وفضلوا يضربوا في بعض شوية لحد ما قدر ان هو ينزل نيو من فوق، ورجع كمل ضربه، وساعتها شال الماسك من على وش القاتل، وبعد كده اغمى عليه فما شافوش، وبنكتشف ان هو وات، ونون شافته، وطبعا هو اول ما شافها قرر يجري وراها وكان عايز يقتلها، بس هي قدرت ان هي تهرب منه وهي في السكة قبل الديناي، وحكت له على اللي حصل، بس بيطلع ان ديناي ده كمان هو شغال مع وات، وقدرت تهرب منهم هما الاتنين، بس للأسف في عربية خبطتها وكان رايحين يكملوا عليها قتل، بس جو فاق وشافها وطبعا نقلها على المستشفى، ووات هو كمان راح على المستشفى، قال يعني سمع بالأخبار، بس ساعتها واسا قالته هو جه ازاي وبيته بعيد، ده انت كده سقت بسرعة، قال لها ان هو ساق على 170 وخد الطريق السريع، بس هي نظراتها كانت غريبة وكلمت بنك، طلعت ان هي وبنك كانوا راحوا بيت وات وان هو ما كانش موجود فيه، وبنك خليته ان هو يفضل يراقب البيت، بس هو قال لها ان وات مرجعش، فهي كده عرفت ان هو كذاب، ونون حالتها خطر وفي غيبوبة، وطبعا وات سأل الدكتور لو هتصحى، بس الدكتور قال له ان لسه ما فيش اي حاجة باينة، وهو طبعا كده في الامان، وديناي هو كمان اتنقل على نفس المستشفى، وبعد كده فضلت تتكلم مع جو وقالت له على اللي وات قاله، وان هو كدب ليه، وان بنك كان عند البيت ومرجعش، فطبعا جو عرف مادام كدب يبقى مخبي حاجة، وفي الغالب هو القاتل، وقال لها ان هي ما تقولش الكلام ده لأي حد، واني في الغالب كده ديناي هو كمان متورط معاه. وبعد كده بنشوف وات وهو بيزور ديناي وقال له ان هو حرق البيت وخفى كل الادله كده، ما بقاش ناقص غير نون، بس ديناي قال له ان هو هيقتلها. وبعد كام يوم وات راح لديناي وقال له ان هم لازم يقتلوا نون في اسرع وقت، بس ديناي شكله خايف وعايز ان هو يغير رأيه، بس ساعتها وات قال له ان هو لو غير رأيه يا اما هيدخل السجن يا اما هيموت، وان هو اللي برجليه دخل مع وات في الفخ ده، واتاري ان هما في يوم كانوا سهرانين، وساعتها ديناي خد التليفون بتاع وات بالغلط، ولما فتحه وراح عشان يرجعهوله وراله فيديو كده لحد اتقتل وكان مكتوب على دماغه رقم 1، بس ده مش الفيديو اللي راح للشرطة، وساعتها ديناي فهم ان في حاجة غلط، ووات قال له ان ده فيديو عشان كان يوريه لمونتو ويثبت له ان هو قتل، وساعتها ديناي عرف ان هو القاتل، ووات فضل يلعب في دماغه ان هم مهما يعيشوا مش هيعملوا فلوس قد اللي مونتو مخبيها، واتاري كانت مامة ديناي كمان مريضة ومش ملاحق على فلوس علاجها، ووات ساعتها اقترح على ديناي ان هو يساعده، وقصاد كده هياخدوا الفلوس ويسافروا على امريكا ويعالج مامته بره. ورجعنا تاني من الفلاش باك، ووات قال لديناي ان هو لو غير رأيه اول حد هيموت هي مامته، واخيرا وات رجع تاني راح لمونتو عشان عايز يعرف اخر رقم من الارقام اللي هو بيفضل يبعتها له، مونتو بيقوله مش قادر تخمن، بس هو خايف لحسن يحط ارقام غلط ويطرد من الابليكيشن خالص وما يعرفش يدخل تاني، بس مونتو قصاد الرقم الاخير ده عايزه يقتل ظابط ويعمل على دماغه علامة استفهام، وبنلاقي ديناي واخد ناي اللي هو زميلهم التالت، قال يعني بيوري له حاجة وفجأة قتله، واتاري دي خطة ما بين ديناي وما بين وات عشان خاطر يعملوا علامة الاستفهام اللي مونتو طلبها، وبكده ياخدوا الفلوس ويهربوا، بس وات برضو بيفاجئنا وبيقتل ديناي، ومش بس كده ده الجاحد بياخده وبيحطه في عربية ناي وبيولع فيه. طبعا لما الشرطة بتروح عشان تحقق وات بيعمل نفسه يا حرام ما يعرفش حاجة، وانه بيحاول يوصل لديناي ومش عارف عشان عايز ان هو يطلع القاتل يا اما ناي يا اما ديناي، وان هو ما عملش حاجة، وهم لسه ما وصلوش للعربية اللي ديناي اتحرق فيها، بس طبعا مازال جو وواه شاكين فيه وعمالين يبصوله. ورجع تاني وات راح لمونتو وقال له الرقم الاخير وان هو رقم 0، ووات رجع بيته وطلع موبايله وفتح ابليكيشن وحط الارقام ونجح ان هو يدخل، وبكده عرف الفلوس فين. وبالمناسبة الموبايل ده سرقه لما قبضوا على مونتو، سرقه من اللي هو الصندوق اللي بيبقى فيه الادلة. واخيرا الشرطة لقت العربية اللي ديناي اتحرق فيها، بس طبعا لازم يحللوا الجثة عشان يتأكدوا، وساعتها جو كلم ايك وقال له، بس ايك قال له ان مش هيقدروا يثبتوا حاجة طول ما لسه النتيجة بتاعت التحاليل ما طلعتش، وجو فهم ان وات عمل كده وحرقه بالطريقة دي عشان خاطر ما يعرفوش ان ده ديناي اصلا عشان يلبسوا التهم. ووات تاني بيروح للمكان بتاع صناديق الادلة، بس المرة دي عشان يسرق دليل لمحامي هو هيهربه بره البلد، وفعلا خد طلقات من هناك زي ما كان مخطط اللئيم، بس في نفس الوقت بنعرف ان نون صحيت، واول ما جو راح لها نون قالت له ان القاتل هو وات، وهو خارج لقى ان وات هو كمان موجود ومعاه شرطة وبيتهم جو ان هو راح وسرق ادلة، وفي نفس الوقت وات بيعمل نفسه ان هو طلع الادلة المسروقة من جيب جو، وبكده جو اتقبض عليه، وكده خلي الجو لوات وفعلا دخل لنون، ونون اتهمته ان هو اللي قتل جاي، وبعدين هو بيخدرها وبيفضل يحكي لها ان هو استدرج جاي لمكان
مكان ما فيهوش ناس، قال يعني عنده مشكلة مع حد ومحتاج مساعدته. بس جاي كان عزيز عليه وهو اكتر واحد اثر فيه ومعرفش يقتله غير لما نون كلمته، لاني وقتها اداله ظهره وراح مديله طلقة وكان زعلان ومتأثر. بس بيقولها ان هي دلوقتي هتروح وتقابل جاي، وان هو عمل كل ده عشان خاطر هو اتولد فقير، وان هو وجاي كانوا صحاب من زمان بس هو فقير قوي وعايز يعلي مستواه، فدي الطريقة الوحيدة اللي قدامه. ونون لما بتغمض عينيها قال يعني حضرته زعلان عليها بكمية البشر اللي هو قتلها دي، وطلع وبيرمي الأدلة. بس وهو ومامتها شافوا وهما بيرموا حاجة بس مش عارف هما بيرموا ايه، ودخلوا عشان يشوفوا نون. وجو قال كل حاجة لإيك وهو مقبوض عليه وبيقوله انه لازم يلحق نون قبل ما وات يقتلها. وفعلا مي وبوك راحوا على هناك وقالت لهم على اللي حصل، بس ان نون كويسة بس ما لقوش جنبها اي حاجة. وبعد كده مي قالت لها ان هي ممكن تكون اتخدرت، وقعدت تفكر وقالت لهم ان هي شافت وات وهو بيرمي حاجة، وفعلا لما طلعوا علبة كده، ودي طبعا اللي فيها مخدر بس هياخدوها عشان يحللوها. وطبعا وصاحبها راحوا عشان يزوروا جو، وايك قال لهم ان الطريقة الوحيدة اللي يقدروا يبرئوا جو ان هم يلاقوا وات، لان حضرته في اجازة. ومش بس كده، ده لازم يثبتوا ان هو خدر نون. لو عجبكم المسلسل اكتبوا لنا في الكومنتات لو عايزين النوعية دي تاني. وطبعا ما لقوش بصمات وات على السرنجة والحاجة اللي لقوها، بس مي لما جابت الفيديوهات بتاعت كاميرات المراقبة اللي في المستشفى دي هتكون دليل ضد وات. والمحامي اللي هيهرب وات بره البلد قالوا انه محتاج ورق مختوم من مكتب القائد بتاعه عشان يقدر يسافر، وده عصب وات لان هو ما كانش قايل له كده، هو عايز يسافر ان شاء الله لو بطريقة غير شرعية، بس ما قدموش حل تاني فراح على مكتب القائد وختم الحاجة في السر. بس القائد دخل ووات عمل نفسه انه حزين ان نون ماتت، فالقائد قال له هو انت ما تعرفش نون ما ماتتش ولا حاجة، بس في نفس الوقت هو بيجي لها مكالمة ان حالة نون في خطر ومش مستقرة وبتكون عايزة تروح، وجو خايف ومش عايزها تروح لانه لسه ما سابوهوش، بس بنك هيروح معاها قال يعني يحميها. وفعلا اللي حسبه لقاه وات طلع عليهم ضرب الاخ بنك وراح خاطف وجو خلاص سابوه عشان خاطر الكاميرات المراقبة اثبتت ان وات هو اللي عمل كل حاجة. وطبعا بنك راح لهم بسرعة، وجو كده عرف ان مخطوفة. والحاج ايك اخيرا جات له مكالمة من ونيو راح يقابله وقال له ان هو كان هيهرب بعد اللي حصل، بس قرر يجي يشوفه بسبب الاخبار اللي عرفها عنه وان هي امرأة شجاعة، فما ينفعش ان هو يبقى جبان، وانه عنده استعداد يقابل مونتو ويحكي له كل حاجة. وجو وفريقه عمالين يخمنوا يا ترى وات سرق ايه من صندوق الادلة بتاع مونتو، وقرروا ان هم هيدوروا في كل القواضي وكل حاجة تخص مونتو يمكن يقدروا ان هم يعرفوا. بس جو وفريقه بعد ما شافوا الملفات وكل حاجة عرفوا ان التليفون اللي وات سرقه مش بتاع مونتو اصلا، امال سرقوا ليه؟ وايك خد نيو وراح بيه على مونتو وقال له ان بنته خاينة، بس برضه مونتو مش مصدق. بس ايك بدأ ان هو يحكي كل حاجة، وان هو شافها وحبوا بعض، وكمان ان هم عملوا تاتو كل واحد بأول حرف من اسم التاني. وساعتها مونتو افتكر لما بنته عملت تاتو على غير عادتها، لان المفروض ان هي ما بتحبوش، وكان ام اللي هو مان، بس هي كدبت عليه قال يعني عاملاه عشان مونتو ام برضه، ومونتو برضه مش مصدق. بس ساعتها مان او نيو قرر انه يقوله ان هي حكت له عن حاجة مفيش اي حد في الدنيا يعرفها غير مونتو وبنته، وان كان في حد اتحرش بيها زمان، كان حد بيشتغل عند مونتو، بس ساعتها ما بلغوش عنه عشان خاطر سمعتها وهي ما تتأثرش. طبعا مونتو سمع من هنا استغرب اشمعنى انت اللي قالت لك، فاتريها قالت له عشان اديت له الامان، ما تعرفش ان نو امان لاي مان. وطبعا ده كده اكد لمونتو ان بنته فعلا خاينة، بس مونتو تعب جدا ومات، والله اعلم قال لهم ولا ما قال لهمش. وجو عمال يفكر يا ترى ده تليفون مين، لحد ما افتكر ان جو بعد وفاة مامته فضل سايب الخط بتاعها شغال، وكان كل فترة بيتكلم قال يعني فاكر هيسمع صوتها. فجو كده خمن ان التليفون اللي وات سرقه هو ممكن مش بتاع مامته بس بتاع بنته. وطبعا كده كلموا ايك وعرفوا رقم مراته وبدأوا يعملوا شغلهم. ومي قالت لهم ان التليفون ده عليه ابليكيشن وكان اكتف من شوية، معنى كده ان وات بيستخدمه. وكده طبعا هو عرفوا كان في شركة مين وعمل ايه. وطبعا راحوا على الشركة والمكتب اللي وات كان فيه، وهددوا المحامي اللي هناك ان هو لو ما قالهمش كل حاجة ان هو شخصيا هيتحبس، وعايزين يعرفوا وات فين وهيعمل ايه. واتاري وات واخد المسكينة بتاعتها وطالع على روف مكان عشان ياخد طيارة. طبعا جو عرف مكانهم وراح عشان يلحقها، بس وات فضل يهدده ان هو هيقتلها، بس هو مش هاممها وعايزاه ان هو يضرب وات بالنار عشان هو يستاهل وان هي هتضحي في سبيل اي حاجة. بس هما الاتنين كان في بينهم اشارة كده، وراحت موطية وضرب وات بس ما قتلوش، بس وات فضل يستفزه ان هو اللي قتل جاي، وفضل يستفز في جو ان هو يضربه بالنار. وجو اللحظة كان هيضربه بس قدر يمنع نفسه وضرب الطلقات في الارض، والاخ وات الشرير اتقبض عليه وانا سعيدة فيه. ووات ضحك له ضحكة مستفزة وشريرة. وبعد كده مي وبوك عمالين يتكلموا مع جو ان يا ترى الكود ده كان بتاع ايه، بس جو فاجئهم ان مفيش حد يعرف الكود ده بتاع ايه غير مونتو،
مونتو لأنه كان 17/6/5/3 ولا عيد ميلاد ولا رقم موبايل ولا أي حاجة، ومونتو مات فمحدش عارف. بس معلومة ليكوا بقى إن طلع مونتو حول لبنته كل الفلوس اللي كانت ملكه على ابلكيشن وحاجات محدش يعرفها غيرها على موبايلها هي وبس، حتى جوزها ما يعرفش، وإن ده الباسورد بتاع الابلكيشن. وطلع هو الرقم ده لأن حضرتها لما اتولدت كانت حالتها خطيرة جدا وكانت في الحضانة وكانت هتموت، بس فجأة اجتمعوا في يوم 17/6 الساعة 5:30، وهو ده الكود اللي هو استخدمه للابلكيشن، وحضرته حطلها فيه ساعتها بتاع 100 مليون. وجات المواجهة المنتظرة ما بين جو لما راح يشوف وات في السجن، ويطلع ان وات في الأول كان عادي وفعلا بيحقق عشان يمسك مونتو. بس في نفس اليوم اللي قبضوا عليه فيها كان وات جات له مكالمة من ناس تجار مخدرات هو بيستلف منهم فلوس وما رجعهاش وحالته حالة. وطبعا ساعتها مونتو سمع اللي حصل وعرض على وات فلوس كتيرة اللي هي محدش يعرف عنها في الابليكيشن بتاع تليفون بنته. واول حاجة انه كان عايزه يقتل جاي عشان خاطر استفزه واستهزأ بيه، ودي عند مونتو حاجة فظيعة. وفعلا لما عمل كده راح مديله 2 مليون، وكانوا ال 100 مليون اللي في الابليكيشن ده قصاد ان هو يقتل ايه. وفعلا حاول كذا مرة بس منجحش، وساعتها مونتو قاله ان هو لو منجحش ساعتها مش هياخد ال 100 مليون. وطبعا جو فضل يزعق في وات ان هو كان كل همه الفلوس، وعمل كده لمجرد بس ان هو كبر فقير، وان هو وجاي عمرهم ما تخلوا عنه، ولما كان بيعوز فلوس كانوا بيسلفوه وما كانش بيرجعها ولا حد بيكلمه، فازاي يبقى شخص سيء كده من غير اي سبب. بس وات عمال يبرر لنفسه ان هما ما عاشوش نفس الحياة اللي هو عاشها، وانه كان فقير ويتيم وحالته حالة وعمره ولا كان بياكل ولا بيلبس ولا بيعمل اي حاجة نفسه فيها. فدي جات له الفرصة، ومش حاجة وحشة ان الشخص ينتهز الفرصة، دي حاجة سيئة سيئة سيئة. وجو قال له ان هو كان غلط ودلوقتي بيدفع ثمن اخطائه، وسابه ومشي. والمسكينة نون خلاص ماتت، وجو زعلانين عليها جدا وعمالين يفتكروا ذكرياتها معاهم. وفي الاخر خدوا الرماد بتاعها، وجو كمان خد بتاع اخوه، وراحوا رموه من المكان العالي اللي هي كانت عايشة فيه اخر فترة، لان المكان ده هي كانت بتحبه جدا، وشايفين ان هما كده خلاص بقوا مع بعض ويمكن يلاقوا مع بعض السعادة في الاخر. وبرضه بطلنا جو ووا هما الاتنين وهما ماشيين باين قد ايه بيحبوا بعض. وجو حبيبنا عرض على وا حبيبتنا الجواز، وطبعا مش محتاجة اقول ان هي وافقت بكل سعادة. وبكده يكون خلص مسلسلنا نهاية سعيدة، الاتنين الأحباء ماتوا والاتنين الأحباء عايشين. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، واكتبوا لنا لو عايزين حاجة في الكومنتات.